حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. وصيتي لابني أو بنتي: في يوم من الأيام هتشوفوني عجوزة غير منطقية في تصرفاتي. عندها من فضلكم اعطوني بعض الوقت وبعد الصبر لتفهموني. وعندما ترتعش يدي فيسقط طعامي على صدري، وعندما لا أقوى على لبس ثيابي فتحلوا معي بالصبر. وتذكروا سنوات مرت وأنا أعلمكم ما لا تستطيعوا أن تفعلوه اليوم. إذا حدثت بكلمات مكروهة وعدت عليكم ذكرياتي فلا تغضبوا مني وتملوا، فكم كررت من أجلكم قصص وحكايات فقط لأنها تفرحكم، وكنت تطلب مني ذلك دوما وأنتم صغيرين. فعذرا حاولوا ألا تقاطعوني الآن. إن لم أعد أنيقة جميلة الرائحة فلا تملون مني، واذكروا في صغاركم محاولتي العديدة لأجلك أناقتكم وجمالكم ورائحتكم الطيبة. لا تضحكوا مني إن رأيت جهلي وعدم فهمي لأمور جيلكم هذا، ولكن كن أنت عيني وعقلي، فأنت من أدبته، أنا من علمته. فكيف تواجه الحياة؟ فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما لا يجب؟ أنا اللي علمتك وفهمتك، أنت دلوقتي بتقولي ده ينفع وما ينفعش. لا تمل من ضعف ذاكرتي وبطئ في كلماتي وتفكيري أثناء محادثتك، لأني سعادتي في محادثتكم الآن هي فقط أن أكون معكم. فقط ساعدوني لقضاء ما أحتاج إليه، فما زلت أعرف ما أريد. عندما تغزلني قدمي في حملي إلى مكان آخر أريد أن أذهب إليه، فكونوا عطيفا معي وتذكروا أني قد أخذت بيدكم كثيرا لكي تستطيعوا أن تمشوا. فلا تستحوا مني أبدا أن تأخذوا بيدي اليوم، فغدا ستبحثون عن من يأخذ بيدكم. في سني هذا أعلم أني لست مقبلة على حياة مثلك، ولكني ببساطة أنتظر الموت، فكن معي ولا تكونوا علي. عندما تذكروا شيئا من أخطائي فاعلموا أني لم أكن أريد دوما، أنا كنت بعمل كده لمصلحتكم. لو قسيت عليكم في يوم كان غصب عني عشان أعلمكم. أفضل ما تفعلوه اليوم إن انتوا تسامحوني وتستروا عورتي وتغفروا زلاتي وتستروا على أمكم. لازلت ضحكاتي وابتساماتي تفرحني. افتكروا الأيام الحلوة اللي عشناها سوا، تفتكروش أي حاجة وحشة تاني، وادعولي بالرحمة وما تنسوش تدعولي وتصدقوا عليا. أنا كنت معكم لما انتوا اتولدتوا، كونوا معي لما أموت. وراكوا شيل لو بتحبوا الخير.